حسيت قبل كده وانت زعلان او متضايق بوجع في كتفك، في رقبتك، في ظهرك، في فكك من هنا، وجع في معدتك او في القولون؟ هل فعلا المشاعر السلبية بتتخزن او بتتراكم في الجسم؟ الحقيقة إن المشاعر السلبية أو الضغط النفسي مش بيتركز أو مش بيتخزن في عضو واحد، لكن المشاعر السلبية المستمرة أو التوتر والقلق النفسي المستمر ممكن يسيبوا بصمة واضحة على جسمك. علميا المشاعر والأفكار بيكون مصدرها المخ أو الدماغ، فلما المخ بيفهم بيبعت إشارات للجهاز العصبي، فالجهاز العصبي بيستجيب فبيبعت إشارات للجسم، فالجسم إن هو بيبتدي يعبر، فبيدخل الجسم في حالة من الاستعداد، العضلات بتتشنج، النفس بيكون متقطع وضربات القلب بتزيد. يعني إيه الجسم بيشيل المشاعر؟ يعني جسمك بيتفاعل مع حالتك النفسية طول الوقت. يعني لو أنت عندك ضغط أو توتر لفترة طويلة، الجسم بيدخل في حالة من الاستعداد كأن في خطر حقيقي حتى لو مفيش خطر حقيقي، فبيبتدي يبعت لك إشارات لا إرادية. يعني مثلا بيكون في شد العضلات، بيبقى في تقطع مثلا في النفس، بتضغط على أسنانك، وكل ده علشان يقولك في مشكلة. إيه هي أكتر الأماكن اللي بتتأثر بالمشاعر السلبية؟ أول حاجة منطقة الصدر، يعني بتحس إن في حاجة تقيلة على صدرك، إن أنت مش عارف تتنفس كويس، بتحس كأن أنت مخنوق، من نفسك متقطع، ضربات قلبك سريعة ومش قادر إن أنت تتحكم فيها. تاني منطقة هي منطقة الرقبة ومنطقة الكتف. الجسم بيبتدي إن هو يعمل حركات لا شعورية عشان يعبر عن الضغط والتوتر النفسي. بتبتدي العضلات اللي هنا تستجيب وتتشنج، فمثلا بيبتدي كتفك إن هو يترفع، تمد جسمك لقدام. الوضع ده طبعا بيكون مرهق للعضلات والأعصاب، ومن هنا جت المقولة شايل الحمل على كتفه، شايل المسؤولية على كتفه. رابع منطقة هي منطقة المعدة والجهاز الهضمي. المنطقة دي بتكون حساسة جدا، ولما احنا بنتوتر او بيكون في ضغط نفسي مستمر احماض المعدة بتزيد، فلما احماض المعدة بتزيد حركة الامعاء بتتغير او بتزيد، فلما حركة الامعاء بتزيد ميكروبيوم المعدة بيتغير، فبيبقى عندنا حساسية شديدة لأنواع معينة للأكل، أو بنكون حساسين للأكل عموما، وده اللي بيخلي يبقى فيه مثلا فقدان للشهية، أو بيكون فيه الأكل الانفعالي. خامس منطقة وهي الراس، وده بيكون على شكل صداع، تعب، دوخة، إرهاق مستمر، أو حاسس إن راسك تقيلة، أو عندك عدم القدرة على التركيز. وده طبعا بيكون ليه أسباب كتير، بسبب مثلا قلة النوم، قعدة غلط، أو تشنج مبالغ فيه في العضلات. ليه أحيانا الجسم بيعبر قبل النفس؟ في ناس كتير مش بتعبر بسهولة عن مشاعرها، فبتكتم أي مشاعر أو أي مشاكل جواها، ممكن عشان هي مش متعودة إن هي تتكلم أو تعبر عن نفسها، أو ممكن علشان هي خايفة إن صورتها تتغير عند الناس، وما تبقاش نفس الشخص القوي اللي هم متعودين عليه، فتبتدي تقول أنا كويسة، مفيش أي مشكلة، كل حاجة تمام. المشكلة إن الجسم مش بيقدر يجاملنا طول الوقت، وبيبتدي إن هو يعبر بالنيابة عننا. يعني بيبتدي إن هو يعبّر عن طريق الصداع أو وجع المعدة أو أي عرض من الأعراض اللي إحنا اتكلمنا عنها. لكن هل ده معناه إن كل الأعراض اللي بتظهر دي سببها نفسي؟ لأ، علشان كده مهم جدًا لو أنت عندك أعراض مستمرة لفترة طويلة إن أنت تتابع مع دكتور عضوي، علشان تقدر تحدد هل الألم أو هل الوجع اللي أنت حاسس بيه ده سببه عضوي والّا سببه نفسي. طيب هل المشاعر السلبية بتتخزن في نفس المكان؟ لأ، هو مفيش قاعدة أو خريطة معينة لتخزين المشاعر السلبية في الجسم، لكن كل شخص بيكون حساس أو بيكون فيه نقطة ضعف في جسمه حساسة أكتر للتوتر والمحفزات، فهنا بيبتدي الجسم يعبر فيها عن المشاعر السلبية. الفكرة هنا مش في المكان السحري للألم، لكن إزاي جسمك أنت بيعبر عن المشاعر وعن نفسه. طيب نعمل إيه؟ أول حاجة إن إحنا نفكّر كويس، وإن إحنا نحلِّل كل موقف بنعدّي بيه، يعني إن إحنا نراقب نفسنا ونشوف الأعراض دي بتظهر إمتى، هل هي مرتبطة بناس معيّنة، هل هي مرتبطة بمكان معيّن، هل هي مرتبطة بأحداث معيّنة بامُر بيها حاليًا في حياتي، ده هيخلّينا نفهم السبب، ولمّا نفهم السبب هنقدر إن إحنا نتعامل مع المشكلة. تاني حاجة تمارين التنفُّس.
تمارين التنفس مهمة جدًا، لإن مع التوتر والقلق ضربات القلب بتزيد، فلمّا ضربات القلب بتزيد بنحس بضغط في منطقة الصدر، ولمّا بيبقى في ضغط في منطقة الصدر بنتنفس بشكل عشوائي. فتمارين إن التنفس هتساعدنا إن إحنا نتحكم في تنفسنا، وإن إحنا ما نتنفسش بشكل عشوائي، وده هيخلّينا إن إحنا نتحكم في الأعراض بالتدريج. ممكن مثلًا إن إحنا نبتدي بتمارين بسيطة، يعني مثلًا إن إحنا ناخد نَفَس ونكتمه حوالي 5 ثواني، وبعد كده نبتدي إن إحنا نطلّع النَفَس ده بزفير بالتدريج. بالتدريج، أو إن إحنا ناخد نَفَس بطيء وبعد كده نطلّع النَفَس مرّة واحدة. ده برضه هيخلّيك إن أنت تتحكم أو هيساعد إن أنت تتحكم في تنفسك في الوقت ده. عبّر عن نفسك. إحنا اتعودنا أو إحنا متعودين عمومًا إن إحنا دايمًا بنرُد باختصار، يعني لمّا حد بيسأل أنت عامل إيه؟ أنا الحمد لله كويس، إيه الأخبار؟ كُلّه تمام. إحنا مش متعودين إن إحنا نرُد ونقول الحقيقة، يعني لإن ما فيش حد طول الوقت كويس وإن كُلّه تمام. يعني مثلًا لو حد سألك وقال لك أنت عامل إيه، إيه الأخبار؟ هترد مثلًا الرد المثالي إن أنت تقول النهارده رُحت الشغل، كان في ضغط كتير، كان في مشاكل كتير، اتخانقت مع زمايلي في الشغل، ما كنتش لاقي مواصلات أرجع بيها البيت. إن أنت تبتدي تعبّر وتقول إيه هي المشاكل اللي حصلت واللي كانت موجودة. لو أنت ما فيش حد موجود باستمرار، أو ما فيش حد تتكلم معاه بشكل يومي، ممكن إن أنت تجرّب الكتابة. إن أنت تبتدي تكتب عن يومك، إيه الحاجات الحلوة اللي حصلت، إيه الحاجات الوحشة اللي حصلت فيه، إيه الحاجة اللي أنت ممكن تقدر تعملها علشان اليوم بُكرة يكون أحسن. لو أنت مش بتحب الكتابة أوي وحاسس إن أنت مضغوط، ممكن تجرّب التلوين، ممكن تجرّب الرسم، ممكن إن أنت تسمع موسيقى. مهم جدًا إن أنت تعبّر عن مشاعرك وأفكارك اللي أنت حاسس بيها مباشرةً وباستمرار. ممكن كمان تجرّب المشي ربع أو نُص ساعة، أو ممكن إن أنت تركّز على الحاجات اللي بتزوّد من سلامك الداخلي، زي مثلًا الصلاة أو الmeditation أو اليوجا أو أي نوع من أنواع الرياضة. لو الأعراض دي مستمرة لفترة طويلة وبتأثّر على حياتك ورُحت لأكتر من دكتور وقال لك إن المشكلة دي مش مشكلة عضوية، دي مشكلة نفسية أكيد، ولو حسيت إن الأعراض دي ما بتقلّش وإن مهما عملت بتفضل موجودة أو بتزيد، فمن الأفضل إن أنت تدوّر على مساعدة نفسية متخصصة علشان تعرف إيه هو السبب الرئيسي للأعراض الموجودة. الجسم مش بيعبّر بس بالكلام، هو بيبعت لنا طول الوقت إشارات إنذار علشان نركّز وعشان نفهم إحنا حاسين بإيه بالضبط. ممكن يكون الحل هو مجرد استراحة أو وقت عشان نرتاح ونفكّر إحنا محتاجين إيه بالضبط. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نُهى موافي، باتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.